بجد والنبي يعني موافقه يا ماما؟ خلاص هكلم خليل. مش عامله ايه في دراستك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا ماما، الحمد لله. انا نسيت اقول لك انا مسافره الاسبوع اللي جاي. ليه؟ خير يا رب. ضروري قوي لازم احضره. ربنا يوفقك يا مش بنتي. هقعد كتير، هقعد يومين ثلاثه بالكتير قوي. ربنا يوفقك. خلي بالك من نفسك يا رشا. حاضر يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك. مين؟ شوفي مين يا رشا. غاده يا ماما. اهلا يا غاده، عامله ايه؟ ايه يا ماما عامله ايه؟ ازيك يا غاده، عامله ايه؟ جايلك بقى حته خبر يا ماما. خير يا بنتي. تحفه. خير ان شاء الله. جايبه لرشا عريس. طب وماله بنتي؟ حته عريس مهندس قد الدنيا يا ماما. ما شاء الله. جاي كان عندنا في الشغل المدير ولقيته قاعد بيتكلم معاه وكده، وانا كنت قاعده بخلص شغل في المكتب والكلام جاب بعضه وكده، وبيقول ان هو يعني عايز عريس، المدير يعني بيقول لي وكده. فحتى هو الباشمهندس سامح المدير عندنا هو اللي قال لي على رشا، قال لي يا غدا مش اختك مش متجوزه ولا مخطوبه؟ قلت له لا والله. ايوه انا ما بفكرش في المبدا ده دلوقتي. مهندس يا ماما قد الدنيا، ما يعيبهوش بقى حاجه، عنده 43 سنه يعني سنه قريب من سنك، يعني ولا كبير ولا صغير، مناسب، فرق بينهم 4 سنين ولا حاجه. ما شاء الله. حلو اهو. طيب يعني هو عنده 43 سنه، طب هو قاعد ليه ما اتجوزش لغايه دلوقتي؟ لا هو كان متجوز قبل كده ومنفصل. معهوش عيال؟ ما هو معهوش عيال يا ماما، كان متجوز ومنفصل، ما حصلش نصيب. مهندس قد الدنيا وبنتك عايزه واحد يكون تعليمه عالي، اهو تعليمه عالي اهو. طب انت رايك ايه يا رشا؟ انا مش عايزه ماما دلوقتي. ليه يا رشا؟ يعني هتفضلي كده لغايه امتى يا رشا؟ انا مش محتاجه دلوقتي، مش عايزه، مش حابه. انت قعدتك دي موقفه حالي يا رشا. طب ما انت عارفه يا رشا اللي انا موقفه جوازه اختك عليكي. طب ما توافقي يا ماما بقى، خليها تتجوز وتخليها تخلصنا من اللي احنا فيه ده، وكل يوم والتاني تطلع لي بعريس. وانت فيها ايه؟ لو شفتي حياتك بقى وشفتي دنيتك هتقعدي لامتى اكتر من كده؟ ايوه انا مش عايزه، انا جربت حظي قبل كده وفي خطوبه وما حصلش نصيب، ونفسيتي مش حلوه، ومش عايزه اجرب الموضوع ده تاني. يعني ايه يا رشا؟ هتفضلي قاعده كده؟ وافقي يا ماما وخلينا نخلص يا ماما من الموضوع دوت. لا انت عارفه اللي انا عندي مبدا. امك قايله مش هتجوز الصغيره قبل الكبيره. يوه يا ماما بقى. شفتي البت وعملها؟ ما انت يا ماما اللي عامله فينا كده الصراحه. ازاي يعني اجوزك انت واسيب اختك الكبيره ما تتجوز؟ طب وانا مالي يا ماما؟ ما انا لو مش عايزه. هقول لك لو انا جوزتك خلاص هي هتنسى فكره الجواز خالص. طب وانا ذنبي ايه يا ماما تحنطيني عشان؟ طب وانا اسيبها كده يعني؟ ينفع انا اسيبها كده؟ لو انا وافقت لك على الجواز هي هتفضل قاعده كده مش هتتجوز يا ماما. لا سيبيها، انا هقنعها. سيبيني انا هقنعها. ماما خلي بالك الوضع ده كده مش هينفع، واهل خليل كل شويه بيكلموه. مده الخطوبه خلصت، انا هفضل قاعده لامتى عشان خاطر رشا مش عايزه تتجوز؟ هي شايفه حياتها وشايفه عيشتها وعماله من مؤتمر لمؤتمر، وتخلص دراسه تروح على الثانيه، تخلص دراسه تروح على الثانيه، وانا اللي قاعده محتاسه في النص. انت كده ظلماني معاكي بسبب رشا. طب اعمل ايه يا غاده؟ معرفش. انا مش هجوز الصغيره قبل الكبيره يا غاده. ماشي يا غاده. ماما. نعم يا غاده. بعد اذنك انا نازله اشتري حاجه من تحت بس وجايه. ماشي يا غاده. ساعه زمن كده وجايه. طيب يا غاده. على مالك يا ماما. بقول لك عملت ايه في المدرسه النهارده؟ اكيد عملت شقاوه انت يا عمرو. ومفتح شوف مين، يلا شوف مين يا عمرو. ازيك يا عموري؟ ايه يا خالته؟ ايه غاده؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ولا خلي طنطك تقعد، امشي. عامل ايه يا عمرو؟ امال مامتك فين؟ وراحت تجيب حاجات. خالتي ايه يا انا حبيبتي؟ جايه اشتكي لك من اختك. في ايه؟ مالها فاطمه؟ عمايلها سود، عملت ايه؟ بصي يا خالتي دلوقتي جبت عريس لرشا، مهندس يا خالتي قد الدنيا وزي الفل، متعلم اهو تعليم عالي. ايوه ياما. بس عنده 43 سنه. حلو. قالت لي 43 سنه ده يعني ايه؟ ما اتجوزش قبل كده؟ قلت لها لا كان متجوز ومنفصل عادي، نصيب. ما عندهوش عيال. حلو يا خالتي. تقول لي رشا طبعا ما وافقتش، ست هان رشا هي حاطه دماغها في التعليم. حلو. ماما بقى اقول لها يا ماما انت كده موقفه حالي، واهل خليل يا خالتي عمالين يكلموه. الصراحه المده عدت. الصراحه يا غاده ما تزعليش مني، امك عليها تحكمات غريبه. المفروض تتجوزي. ايه اللي اجوز الكبيره قبل الصغيره قبل يعني ايه؟ ما اللي يجي لها عدالها تتجوز. ما اعرفش انا بقى اختك دي جايبين دماغها منين، انا ما اعرفش يا خالتي.
اتصرفي بقى معايا، تعالي دلوقتي. انا خليل مش ساكت لي في التليفون واهله مش ساكتين، حول ولا بيقول لك قوه مده الا الخطوبه بالله. خلصت. ايوه انت تبقى لكم سنتين. النهارده تقول لي ايه؟ ما انا لو انا وافقتك اختك مش هتفكر في الجواز خالص، يعني انت عشان مش الله. عايزه تفكر. طب انا كده اتظلمت. طب خلاص انت مالكيش ذنب، انت بقالك 3 سنين ان هو مخطوبه ولا سنتين؟ بقالك قد ايه؟ بقالي سنتين يا خالتي. طيب يا بنتي حرام. الناس اول ما جم متفقين على سنه ونص، خليل عشان شاريني قال لي ماشي انا هقعد، كل ما يجيب لها عريس برضو ترفض. بس يا بابا بس يا تروح عند امك، انا مش ناقصه وجع دماغ. بس يا خالتي انا اعمل ايه دلوقتي يا خالتي؟ انت لازم تشوفي حل مع اختك. طب استني انا اروح اغير هدومي واجي معاكي، انا اشوف لي حل مع فاطمه. يا فاطمه دي مش عارفه ليه مش راضيه تبطل الداء اللي فيها ده. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يو جمعتوا فين ان شاء الله؟ يا اختي امال ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ ايه يا غاده امال كنتوا فين؟ كنت عند خالتي. خير. عامله ايه يا الحمد لله. هاله؟ انت عاملة إيه؟ ازيك وحشتيني. وانت يا حبيبتي والله انت عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا الحمد لله. اختي؟ تمام الحمد لله. دايما يا رب يا حبيبتي يديك الصحه يا رب. الله الا قولي يخليك. لي بقى يا فاطمه، ايه يا هاله؟ هو انت يا اختي كل ما يجي عريس لرشا ترفضه عشان تكمل تعليمها، وغدا ذنبها ايه يا فاطمه؟ يا اختي ما اللي يجي لها عدالها نجوزوها يا فاطمه. ازاي عارفه يا هاله، لو انا وافقت غاده على ان هي تتجوز رشا ما هتصدق وهتفضل قاعدالي، خلاص احنا مش هتفكر في خلاص الجواز. يا فاطمه احنا مش هنفضلوا رابطين البت برضو، والولا حرام ده بقاله سنتين، احنا متفقين على سنه ونص، دلوقتي دخلوا في سنتين يا فاطمه. طب اعمل ايه بس؟ قولي لي يا هاله بصي اعمل ايه؟ اختي مش احنا اخوات عارفه يا لو لقت اختها اتجوزت خلاص طب مالكيش وانا ذنبي ايه حجه. يا ماما؟ بس يا غاده انا بتكلم مع ماما يا غاده. بصي يا فاطمه يا اختي، قول. دلوقتي يا حبيبتي رشا اللي عايزه تتجوز راجح، رشا واخده على الابحاث، واخده عايزه تسافر وعايزه مش عارفه ايه وتكمل تعليمها. اختي احنا مش هنضحكوا على بعض، رشا من ساعه خطيبها الاولاني وحصل اللي حصل ما حصلش نصيب وهي متعقده، كل ما هتجيبي لها عريس هتطلع لك فيه اخت القطط الفطسان. لا يا هاله هي اسمعي عايزه كلام اختي. تدرس وتكمل دراستها ما هي- وتكمل. اكتر من ما كده هي يا يا ماما. يا غاده هي حبيبتي دلوقتي مع اللي حصل ده تقول لك انا اطلع غلبي في الدراسه وعايزه تسافر بره وتامن مستقبل. اسمعي كلام اختي، جوزي غاده بدل ما العريس يا اختي يفل منكم. تعملوا ايه يا فاطمه؟ خايفه البت تعملها حجه يا هاله بقول لك وتفضل ايه، على وضعها لا كده. بنتك يا انت حبيبتي يا مش ماما عايزه اللي تتجوز. حتى اللي عايزه اتجوزك الكبيره قبل الصغيره، ماليش ايه يا ذنب انا فاطمة؟ بقى الصراحه. يا اختي العادات بتاعت زمان دي يا فاطمه، احنا ما كناش كده يا فاطمه. لا يا حبيبتي. اعمل ايه طيب يا هاله؟ لا يا فاطمه ما ينفعش. انت عارفه من ساعه ما ابوه مات وانا اللي شايله انا المسؤوليه عارفه يا اختي لوحدي. وربنا يقويكي ويديكي طولة العمر، بس اسمعي كلامي، جوزي غدا افرحي بيها وشوفي عيال يتنططوا حواليكي كده. اسمعي كلامي، رشا انت مش عايزه شايفه تتجوز. كده يا هاله؟ انا شايفه كده يا اختي. صح يا اختي ولا لا؟ خلاص والله انا كمان زهقت من رشا وعمايل. لا ما انا قلت لك رشا مش عايزه تتجوز من ساعه اللي حصل. ونفسي افرح ونفسي اشوف احفادي يبقى نجوزه، يعلم بينا. يبقى نجوزه غاده ونفرحوا باحفادنا، صح؟ ويلا يا اختي عايزين نفرحوا بقى والزرغوطه ترن في بيتنا يا فاطمه. بقالنا خلاص. زمان يا اختي ما فرحناش. خلاص يا هاله اللي خلاص انت يا شايفاه حبيبتي. يا اختي. بجد والنبي يعني موافقه يا ماما؟ اه خلاص هكلم خليل. بس البيت يا حبيبتي شفتي يا اختي البيت؟ تتجوز. سيبها شفتي؟ تفرح يا اختي، سيبها ربنا احنا بنفرحوا يهنيها. كل يوم، سيبها تفرح يا والله فاطمة. على عيني غصب عني كنت شوفي يا هاله. احفادك كده هم حواليكي، ويا تيتا فاطمه ويا تيتا بطه يا بالدنيا وما فيها. ورشا خليها يا اختي لو جنة ان شاء الله يجي لها نصيبها هتتجوز، ما فيش يا يبقى ده رب. نصيبها يا وقدرها. رب ربنا يهديها يا رب. خلاص يا حبيبتي. خلاص خلاص يا حبيبتي، هاله. الحمد لله ربنا والشكر يخليكي لله. ليا يا هاله، ما الله تحرمش يخليكي. منك يا اختي الله يا رب. يخليكي يا حبيبتي، يا رب ربنا تفرحي يخليكي. بيها يا رب غاده يا رب. امين يا ورشا رب ربنا امين. يهديك يا رشا بنت اختي، يا رب يا رب يهديك. انا همشي اختي بقى. ما انت قاعده لا عشان معايا هحاول بالله أشتري عليك شوية خليكي حاجات. قاعده معايا شويه معلش، النهارده. أنزل اتغدي أشتري. معايا النهارده. رايحه فين يا خالتي انزل حبيبتي؟ يا حبيبتي انا بقى. كلمت خليل. لحقتي يا غاده؟ يا خالتي افرحك. شفتي؟ بصي البيت وعاملها. ربنا سيبها يفرحك يا الله حبيبتي. يخليك يا ماما. سيبها تفرح يا اختي. ماشي. ربنا يخليكي ربنا ليا. يخليكي. حبيبتي يا غاده ربنا يخليكي. يفرحك ما يا نتحرموش حبيبتي منك يا هاله يا حبيبتي، رب. يلا عايزين ربنا حاجة؟ يخليك. عايزه سلامتك يا حبيبتي.